يا مساء الفل يا شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. النهارده ميعادنا مع حل اسئله الويك 3. نتكلم على الهوم وورك بتاع الوزاره. تعال نشوف السؤال الاولاني. بيقول لحضرتك لو سمحت: the empirical formula of the compound resulting from the combinations of two elements x and y and their respectively mass 4 جرام و 1.4 جرام. بص يا معلم، لما يجي لي مساله يقول لك اعمل لي امبريكال فورمولا او احسب لي الامبريكال فورمولا بتاعتك، هنا في الحاله زي كده بنعمل ايه؟ اول لما يجي لك سؤال امبريكال فورمولا، حضرتك بمنتهى البساطه اعمل تيبل بالمنظر ده. بعمل التيبل دي ازاي؟ عن طريق تعمل 6 لاين. ادي اللاين الاولاني، تاني، تالت، رابع، خامس، سادس. حلو، ماشي. انت قايل لي كام element؟ مديني 2 element، يبقى انا في الحاله زي كده مضطر اعمل 3 كولم. ماشي، ادي الكولم الاولاني وادي التاني وادي التالت. خلصت كده؟ حلو. حط الاليمنت اللي عندك اهو، ادي اكس وادي زد. بعد كده بتيجي بقى في الليفت سايد اللي احنا في الكولمز اللي احنا عملناها دي، بنحط اربع حروف: ام، ام ار. مين ام دي؟ اول واحده دي بتكون الماس، بعد كده تاني واحده المولر ماس، بعد كده نمبر 3 المول، بعد كده اخر واحده بتكون الريشيو. ماشي. بنعمل ايه بعد كده؟ المفروض ان احنا بنعمل التيبل ده. الماس دي بجيبها منين؟ الارقام اللي هو قال لك عليها في المساله. حلو، يبقى هنا 4 والزد 1.4. بعد كده المولر ماس بجيبها من الاتوميك ماس اللي هو مداني دي. هنا كام؟ 16. هنا كام؟ 14. حلو. بعد كده ايه اللي هيحصل؟ هجيب المول، يبقى المول تي ماس اوفر مولر ماس، ماس اوفر مولر ماس. نروح نجيب الكالكوليتور بتاعنا ونحسب اهو. رحنا جبنا الكالكوليتور. تعال نشوف هنعمل ايه بعد كده. هتقول لي 4 اوفر 16 وندوس. طلع ايكوال بالنسبه لك كام يا معلم؟ طلع 0.25. نيجي بعد كده نحسب الزد اهو، يلا بينا. هتقولي يبقى 1.4 اوفر 14، طلع بالنسبه لحضرتك كام؟ 0.1. اللي يحصل بعد كده احنا عايزين نجيب الريشيو. مين السمولست نمبر؟ 0.25 ولا 0.1؟ هتقولي لا، ال 0.1 هي السمولست نمبر، يبقى احنا هنجيب الريشيو ان احنا نعمل عليها ديفايد. يبقى انا بجيب الريشيو واشوف مين اقل رقم هنا اهو. يبقى دي الستيب نمبر 4 اهو. يبقى 0.25 اوفر 0.1، وتعالى نشوف الريزلت بتاعتك تطلع كام. هتقولي ماشي اهو، يلا بينا نبدا واحده واحده اهو. يبقى 0.25 اوفر 0.1 دوس ايكوال يا معلم. طلع كام؟ 2.5. طب وبعد كده هتقول لي هنا 0.1 اوفر 0.1 طلع ايكوال 1. حلو. نتفق على حاجه هنا، لازم الريشيو بتاعت حضرتك ديت لازم تطلع انتجرال نمبر. يعني انتجرال نمبر ايه؟ 1 2 3 4 5 6 7، اي ارقام من الارقام ديت. حلو. طب لو انا دلوقتي الريشيو بتاعتك مالها؟ الريشيو بتاعتك لو الريشيو دلوقتي طلع فيها حاجه مثلا 0.5 او 2.5 او 3.5 او 1.5، في الحاله زي كده تعمل ايه؟ حضرتك بتعمل ده كله تايم 2. يعني تقصد دلوقتي طالما هنا 2.5 وهنا 1، يبقى انا هعمل ايه؟ هعمل دي كلها تايم 2. ليه بقى؟ عشان اتخلص من الديسمال اللي حصل عندي ده. فلما اعمل دي تايم 2 يبقى يطلع كام؟ 5. والزد تبقى كام؟ تبقى 2. يبقى اذا الكومباوند بتاعك الزد كام يا معلم؟ الزد ب 2 والاكس بكام؟ ب 5. فجاه تعالى نبص على الامبيكال فورمولا بتاعتك، تقول لي يبقى زد 2 اكس 5. طب لو نفترض دلوقتي مثلا الرقم بتاعي مثلا طلع 1.3، 2.3، 3.3. حلو. وانت مثلا يعني الريشيو بتاعتك كده اهو. حاجه زي كده بتعمل ايه؟ بعمل بس دول كلهم تايم 3. نفس الكلام هنا 1.5، 2.5، 3.5. لو دولت مثلا مع 1، ده مع 1، ده مع 1، في الحاله زي كده بعملهم الاثنين كلهم تايم 2. يبقى ده كده السؤال الاولاني. تعال نشوف السؤال الثاني. يقول لك السؤال الثاني: عندي two different compound، عندي two compounds are ethanol اللي هو اسيل الكحول and dimethyl ether which have the same molecular formula. ماشي. انا دلوقتي مثلا عندي الكومباوند الاولاني اللي هو الالكحول ده، نقول مثلا عليه كومباوند A، والدايميثايل ايثر ده الكومباوند B. ماشي يا معلم. قال لك الاثنين عندهم نفس الموليكولار فورمولا. they differ in their properties، ويختلفوا البروبرتيز بتاعتي. which formula should be used to distinguish between them. بص يا معلم، هو احنا عندنا الكيميكال فورمولا دي كام واحده؟ قلنا الكيميكال فورمولا بتاعت حضرتك بمنتهى البساطه. احنا عندنا 3 كيميكال فورمولا. ماشي. قلنا اول واحده اللي احنا بنحبها جدا 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 هي الموليكولار فورمولا. حلو. ليه الموليكولار فورمولا؟ عشان بتديني انديكيشن لحاجتين: النمبر اوف الاتوم بتاعه الكومباوند بتاعك، وتاني حاجه التايب اوف الاتوم بتاعتي او الاليمنت كمان اللي معايا. ماشي. يعني على سبيل المثال انت هنا
LC2HA H6O. يبقى انا كده عرفت عندي النمبر في الاتوم، عندي 2 كربون 6 هيدروجين 1 اكسجين. كده انا عرفت النمبر في الاتوم، مش بس كده كمان عرفت التايب بتاعها. طب وايه تاني بقى؟ عندي بعد كده الفورمولا الثانيه اللي اسمها الامبريكال الامبريكال فورمولا. مالها الامبريكال فورمولا دي يا معلم؟ دي انديكيت السمبلست ريشيو بتوين الاتوم اللي موجوده فين في الكومباوند بتاعك. حلو، بس دي مش بتفرق معايا ليه؟ لان انا ممكن يكون الكومباوند بتاعي عنده نفس مين؟ نفس الامبريكال فورمولا، ونفس الموليكولار فورمولا عندي اهو، تو كومباوند عندهم نفس الموليكولار فورمولا. طب الحل ايه يا معلم؟ هو ما قدمليش بقى دلوقتي غير الاستراكشر فورمولا. ليه الاستراكشر فورمولا؟ عشان بتودي لك دلوقتي او بتوضح لك ازاي بقى الاتومز دي ماسكه مع بعضها. يعني لو جيت بص مثلا كتبت الايثايل الكحول ده بكتبه ازاي؟ ده C2H5OH ماشي، وده مثال ايثر ده CH3OCH3. انا لو جيت ارسم ده وجيت ارسم ده ارسمه ازاي؟ بص الالكحول ده اهو كربون ماسكه مع كربون، وادي هنا OH، ودي ماسكه مع HOH، ودي ماسكه مع 3H. ده كده اسمه ايه؟ ده كده الاستراكشر فورم. وضحت لك كل اتوم ماسكه ازاي مع الثانيه. طب ديت اهو كل كربون ماسكه مع 3 هيدروجين بالمنظر ده. فيبقى الاستراكشر فورمولا بدات تفرق لك وتوضح لك الفرق ما بين الاثنين. فيبقى اذا دلوقتي اختار مين؟ هختار الاستراكشر فورمولا اللي هي لتر سي. ماشي، تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده بيقول لك if molar mass of compound is 78 gram per mole and its empirical formula is CH, what is the molecular formula of the compound؟ انا دلوقتي عشان احسب الموليكولار فورمولا فاحنا عندنا له اللو بتاع حضرتك. بص عشان ما تتلخبطش، هتقول لي موليكولار فورمولا يبقى empirical formula تايم المولر ماس اوف الموليكولار فورمولا على المولر ماس اوف الامبريكال فورمولا. طب احنا بقى في حته مهمه جدا، ايه هي؟ ان دلوقتي المولر ماس بتاعت الموليكولار فورمولا على المولر ماس بتاعت الامبريكال فورمولا دي بنقول عليها النمبر اوف اليونتس اوف الامبريكال فورمولا. ماشي يا عم، وبنختصرها بنديها رمز ان. ماشي، نعمل ايه بقى دلوقتي؟ هشوف الامبريكال فورمولا بتاعتي اللي هي سي اتش تايم المولر ماس بتاعت الموليكولار فورمولا موديلي 78 على المولر ماس بتاعت الامبريكال فورمولا. فهتحول دي ايه للمولر ماس بتاعتي؟ كربون ب 12 هيدروجين بوند. يبقى نشوف دلوقتي، هتقول لي سي اتش تايم، ونحسب دي هنا يا معلم. هتقول لي بالنسبه لك 78 اوفر 12 بلس 1، يبقى هنا بالنسبه لي يبقى كانك انت بتقول لي 78 اوفر 13، يعني بالنسبه لك بتساوي سي اتش تايم 6. فيبقى اذا الكومباوند بتاعك سي 6 اتش اي اتش 6، ويبقى دوت بالنسبه لك مين؟ ده الموليكولار فورمولا بتاع حضرتك. في هنا برضو نوت مهمه جدا، ايه هي؟ ان لازم لو انت دلوقتي هتجيب المولار ماس بتاعت الموليكولار فورمولا على الامبريكال فورمولا لازم الرقم ده يكون بالنسبه لك انتجرال نمبر، ما ينفعش يبقى ديسمال خالص. ماشي، السؤال اللي بعد كده بيقول لك which of the following is true for hydrocarbon؟ ايه اللي جاي ده بيكون صح بالنسبه للهيدروكربون؟ ماشي، compound containing 85.6 من الكربون and 14.4 of الهيدروجين. ماشي، بيقول لك ايه الامبريكال فورم بتاعها وتفتكر الموليكولار فورمولا بتاعتها ايه. تعالى نتفق على حاجه. بما ان انت دلوقتي مديني ماس برسنتج بتاعت التو اليمنت دولت، يبقى بمنتهى البساطه اول حاجه اروح اعملها ان انا اروح احسب الاليمنت اللي معايا دي، احسب منها الامبريكال فورمولا، وبناء لما اطلع الامبريكال فورمولا اشوف مين بقى من الموليكولار فورمولا ينفع يكون الامبريكال فورمولا بتاعتها. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ بما ان انت عايز تحسب الامبريكال فورمولا، انت قلت لي طريقه مهمه جدا، اعمل ايه؟ 6 لاين واعمل تيبل، ادي 1 2 3 4 5 6. وبعد كده بما ان انت عندك 2 اليمنت بعمل كام كولم؟ 3 كولم، ادي 1 2 3 يا معلم. كده تقول لي كربون هيدروجين، بعد كده ام ار. مين الام الاولانيه؟ الام الاولانيه دي الماس، الثانيه المولر ماس، الثانيه المول، واخر حاجه بالنسبه لك تكون الريشيو. هعمل ايه دلوقتي؟ هشيل هنا احط الفاليو بتاعت الكربون اللي هي مين؟ الماس برسنتج، يبقى 85.6 والهيدروجين 14.4. بعد كده المولر ماس، انت عارف ان الكربون بتاعتك بتكون ب 12 والهيدروجين بتكون ب 1. الارقام دي هكون حافظها؟ لا، انت كده كده اوريدي بيكون مديها لك.
فهنا الكربون بتكون ب 12 والهيدروجين بتكون ب 1. حلو. 14.4 اوفر 1 يبقى 14.4 ودي 85.6 اوفر 12 يبقى على هنيجي نحسبها تطلع 7 بوينت كام؟ تعال نحسبها. 5.6 over 12 7.13. ماشي. بعد كده اعمل ايه؟ الريشيو بتاعتك من الليست نمبر، الليست نمبر هي 7.13 يبقى 7.13 over 7.13 equal 1. هجيب دلوقتي 14.4 over 7.13 يطلع بالنسبه لك الريزلت بتاعتك اكيد طبعا هتطلع 2. تعال نشوف اهو. 14.4 over 7.13 طلع بالنسبه لك يا معلم equal كام؟ equal 2. ماشي. يبقى اذا الامبريكال فورمولا بتاعتك CH2. يبقى انا بالنسبه لك لتر A اوت ولتر C غلط. يبقى انا دلوقتي ما عنديش غير تشويسز يا اما B يا اما D. مين يا ترى بقى دلوقتي اللي ينفع يكون موليكولار فورمولا؟ طب ما تعالى نشوف الموليكولار فورمولا عندي ونحاول نجيب منهم مين؟ نجيب منهم بمنتهى البساطه الامبريكال فورمولا C3H8. لو انا جيت اجيب الامبريكال فورمولا بتاعت دي هجيبها ازاي؟ قلنا عشان تجيب الامبريكال فورمولا تشوف مين الليست نمبر وتعمل عليه ديفايد. لما اجي اعمل ديفايد 3 يا معلم هيبقى ايه؟ سي والاتش اللي هي 8 دي اوفر 3 هيطلع هنا ديسيمال، فبالتالي يبقى اكيد مش هي دي الانسر الصح بالنسبه لك. طب ما تعالى كده نبص على الليتر دي C4H8. تعالى نجيب كده نعمل ديفايدد ايه؟ هتقول لي الليست نمبر بالنسبه لي هو 4 يبقى يطلع سي و8 اوفر 4 يطلع 2. يبقى فعلا الموليكولار فورمولا دي ينفع تكون الامبريكال فورمولا بتاعتها دي يبقى الانسر بتاعتك لتر دي. تعال نخش يقول لك if you know that the empirical formula of carbohydrate is CH2O which of the following could represent the molar mass of the compound. حلو. ايه اللي حصل يا معلم؟ انا عندي كاربوهيدرات. الكربوهيدرات ده ليه ايه؟ ليه موليكولار فورمولا. ماشي يا عم. ده الموليكولار فورمولا. الكربوهيدرات ده انا من الموليكولار فورمولا بتاعته رحت جبت الامبريكال فورمولا بتاعته. جميل جدا. الامبريكال فورمولا بتاعته اللي هي مين؟ CH2O. ماشي. هو الراجل بقى بيقول لحضرتك لو سمحت تفتكر هي المولر ماس بتاعت الموليكولار فورمولا بتاعت الكربوهيدرات دي تكون بتساوي قد ايه؟ هتقول لي بسيطه خالص. مش انا عشان اتحول من موليكولار فورمولا امبريكال فورمولا انا عملت ديفايد نمبر هنا اللي هو النمبر اوف اليونتس بتاعتك؟ ايوه. طب تعالى نتفق على حاجه. هو الكيميكال فورمولا اصلا او بمعنى صح الجنرال فورمولا بتاعت الكربوهيدرات دي عباره عن ايه؟ هتقول لي مش انا دلوقتي CH2O باي ان. ايوه اللي هو بمعنى صح كده لان دي مين؟ عدد تكرارات الامبريكال فورمولا لما اعمل لها تايم الرقم دوت اللي هو CH2O هيديني مين؟ هيديني الكربوهيدرات. طب مين اول كربوهيدرات او اشهر كربوهيدرات انت عارفه؟ اشهر كربوهيدرات اللي انت عارفه اللي هو C6H12O6 اللي هو بالنسبه لي مين ده يا معلم؟ ده بالنسبه لحضرتك اللي هو بالنسبه لي مين؟ تقول لي انا عارف الكربوهيدرات ده اللي هو مين؟ الجلوكوز. ماشي. فتعالى احنا بقى بمنتهى البساطه نحسب المولر ماس بتاعت الامبريكال فورمولا ديت. فتقول لي يبقى 12 بلس 2 تايم 1 بلس 16 فيطلع بالنسبه لك ايكوال كام؟ 30 جرام. ماشي يا عم. تعالى بقى دلوقتي لو انا فكرت ان انا مبدئيا كده عايز اجيب الان هنا عشان اجيب دلوقتي الامبريكال فورمولا دي واحولها واديها للموليكولار فورمولا يبقى المفروض ان اعمل لها ايه؟ تايم الان. طب الان دي بتاعتي بالنسبه لي كانت بتحسب ازاي؟ هل كنت بتحسب المولر ماس اوف مين؟ اوف الموليكولار فورمولا على المولر ماس اوف الامبريكال. ده كله تايم مين؟ الامبريكال فورمولا. طب احنا نفترض دلوقتي ان انت قايل لي خلاص ادي يا عم CH2O وتحت هنا 30 خلاص يبقى انا ناقص لي الرقم اللي هنا ده. طب حلو. الرقم اللي هنا ده اجيبه ازاي؟ بص كده لو انا شلت مثلا كل واحده من دول لو حطيت هنا 30 هتيجي تبقى ايكوال 1 صح؟ ايوه. وبما ان ايكوال 1 طيب الامبريكال فورمولا يبقى كده كده بالنسبه لك كان الامبريكال فورمولا هي الموليكولار فورمولا. طب ما لو الراجل كان عايز كده كان يقول لك ايه؟ ما تحسب لي المولر ماس بتاعت الامبريكال فورمولا يبقى اذا دي ايه؟ 30 اوت. طب تمام. لو انا حطيت ال 15 هل ال 15 هتنفع؟ تقول لي برضه لا. طب ما تعالى كده نجرب ال 190 اوفر 30 طلع كام؟ والله طلع ديسمال. يبقى اذا الرقم ده برضه بالنسبه لي اوت. طب ما تعالى نشوف الرقم اللي عندي ده 180 اوفر 30 طلع 6 فعلا. يبقى انا دلوقتي لو حطيت هنا 6 يبقى 6 تايمز سي طلع عندي سي 6 بعد كده اتش 12 بعد كده او 6 يبقى انت فعلا كان بالنسبه لك الكومباوند بتاعك مين؟ لتر تي. ماشي.
تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده بيقول لك a hydrocarbon compound has mass percentage carbon 85.747%. its molecular mass is A، والمولر ماس بتاعت الكومباوند اهو، وادي لك الاتش كاربون. طب ثانيه واحده باشا، مش ده هيدروكربون؟ يعني ايه هيدروكربون؟ يعني كربون وهيدروجين. الكربون وهيدروجين التوتال ماس برسنتج بتاعتها تكون 100. فانا لو مديك الكربون اعرف اجيب الهيدروجين ولا لا؟ هتقول لي ايوه. يبقى انا دلوقتي اول حاجه احسب البرسنتج بتاعت الهيدروجين بتساوي ايه؟ تقول لي 100 ماينس البرسنتج بتاعت الكربون اللي هي 85.747، ونشوف الريزلت هتطلع ايه. هتقول لي يبقى 100 ماينس 85.747، ونشوف طلع هنا عندك 14، طلع هنا 14.253. طب جميل، مش انا كده جبت البرسنتج بتاعت الهيدروجين؟ طيب انت حضرتك عايز مين؟ عايز الموليكولار فورمولا. بما ان انا دلوقتي عايز الموليكولار فورمولا، يبقى انا اول حاجه لازم احسبها هي مين؟ الامبريكال فورمولا. يبقى اعمل ايه؟ هعمل ال6 لاين بتوعك، ادي 1 2 3 4 5 6. بعد كده اقفل يا باشا عشان اجيب الكولمز بتاعتي. هعمل كام كولم؟ 3 كولم. عرفت منين؟ قلت لي ما انت قلت لي دلوقتي في 2 اليمنت هم. طب تمام، ادي كربون وادي هيدروجين، واعمل دلوقتي ام ار. ماشي يا عم. هعمل ايه بعد كده؟ تقول لي ده ماس، ده مولر ماس، وده مول، وده ريشيو. هعمل ايه بعد كده؟ هتشيل كل واحده وتحط الفاليو بتاعتها. الكربون كام؟ 85.747، والهيدروجين 14.252. بعد كده الكربون ب 12 والهيدروجين ب 1، فيطلع هنا 14.252. هشوف هحسب دلوقتي الكربون ديت. هتقول لي خلاص، يبقى دي 5.747 اوفر 12، وندوس تلاقي 7.14. الريشيو بتاعتي من الليست نمبر 7.14 اوفر 7.14 هيطلع 1. هنا 14.252 اوفر 7.14 هيطلع بالنسبه لك ايكوال 2. يبقى اذا الامبريكال فورمولا بتاعتك CH2. طب انا عايز مين؟ عايز الموليكولار فورم. يبقى الموليكولار فورمولا بتاعتك ايه؟ بتساوي الامبريكال فورمولا بتاعتك تايم المولر ماس وفي الموليكولار فورمولا على المولر ماس وفي الامبريكال فورمولا. ان احنا اتفقنا ان المولر ماس وفي الامبريكال فورمولا على المولر ماس وفي الامبريكال فورمولا دي بنسميها النمبر فلو يونت. ماشي، هعمل ايه دلوقتي؟ هتقول لي يبقى الامبريكال فورمولا بتاعتي اللي هي CH2 تايم المولر ماس وفي الموليكولار فورمولا بتاعته هو مدالي 56. بعد كده اجيب المولر ماس بتاعت ديت، الكربون ب 12 الهيدروجين ب 2، يبقى 2 تايم 1، واحسب الرقم ده ونشوف الدنيا بتاعتك ماشيه ازاي. عشان هنحسب دلوقتي الامبريكال فورمولا يونت، يبقى 56 اوفر 12 بلس 2 طلع بالنسبه لك 4. يبقى اذا CH2 تايم 4 يبقى بتساوي C4HAH8. يبقى اذا الكومباوند بتاعك فين؟ لتر دي. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لك 7 جرام اوف ميتال اكس react completely with 4.76 جرام اوف النيتروجين جاز to form compound with chemical formula. طب ما تعالى نفهم حاجه. كان بالنسبه لي اكس ده هو الاليمنت الاولاني وده الاليمنت الثاني، يبقى مبدئيا كده احنا هنعمل ايه؟ هنعمل برضه انا عايز الامبريكال فورمولا بتاعتي. يبقى تقول لي دلوقتي هعمل 6 لاين، ادي 1 2 3 4 5 6، ونروح قافلين المنظر ده. بما ان انا عندي 2 اليمنت يبقى انا في الحاله زي كده اعمل 3 كولا. ماشي، ادي بالنسبه لك ادي اكس، وادي يا عم النيتروجين جاز اهوت. هنحط الاتوم بتاعتك ادي ان بس، يبقى عشان احسب الريشيو بين الاكس والان. اول حاجه نكتب ايه؟ ام، بعد كده ام، بعد كده ار. ماشي، اول حاجه نقول ايه؟ هتقول لي ماس، بعد كده مولر ماس، بعد كده مول، بعد كده ريشيو. هاخد الارقام اهو. الاكس بكام يا معلم؟ ال 7. ماشي، والنيتروجين 4.67. بعد كده المولر ماس هتحط الاكس 7 والنيتروجين كام؟ 14. بعد كده اعمل ايه؟ اللي فوق اوفر اللي تحت، فهنا يطلع 1. بعد كده احسب دلوقتي النيتروجين، نشوف الدنيا بتاعتك ماشيه ازاي. تقول لي 4.67 اوفر 14، طلع الرقم بالنسبه لك دوت 0.33. هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب الريشيو بتاعتك. هتقول لي خلاص هعمل الريشيو بتاعتي ازاي؟ هتقول لي من الليست نمبر، هتقول لي 0.33 يبقى 1 اوفر 0.33، ونحسبها هنا 0.33 اوفر 0.33 هنا يطلع 1. تعال نشوف برضو الريشيو بتاعت الاكس هتطلع كام. تقول لي 1 اوفر 0.33، طلع بالنسبه لحضرتك كام يا صاحبي؟ طلع بالنسبه لك 3. حلو.
يبقى اذا دلوقتي الكومباوند بتاعك عباره عن ايه؟ x3 n، ويبقى ده الكومباوند بتاعك اللي هو انهي واحد؟ لتر بي. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لك chemical analysis has shown the acetic acid consists of 40 جرام of الكربون 6.67% of hydrogen 53.33% of الاكسجين باي ماس. its molar mass بتساوي 60 جرام. the molecular formula بتساوي. يبقى اول حاجه عشان تعمل الكلام ده كله يبقى اول حاجه احسب الامبريكال فورمولا. فاعمل كام لاين؟ 6 لاين. ادي 1 2 3 4 5 6. بعد كده اقفل يا باشا. انت عندك كام element؟ كربون وهيدروجين واكسجين، يبقى انا هعمل 4 كولم. يبقى 1 2 3 4. يبقى تقول لي كربون هيدروجين ايه اكسجين. بعد كده ام ار. بعد كده تقول لي اول واحد ده مين؟ اول واحد ده كان الماس. بعد كده مولر ماس. بعد كده مول. بعد كده ريشيو. ماشي. الكربون بكام يا صاحبي؟ هتقول لي 40. الهيدروجين قال لك 6.67. الاكسجين 35.33. بعد كده المولر ماس. الكربون ب 12، الهيدروجين ب 1، الاكسجين ب 12. بعد كده اللي فوق اوفر اللي تحت. يلا يا معلم. هتقول لي تعالى نشوف 40 اوفر 12. طلع عندك الرقم دوت مين هو؟ 3.3. طب هنا هيطلع 6.67، وهنا لما احسب ديت تعالى نشوف الرقم هيطلع قد ايه. 53.33 اوفر 16 مش 12. هيطلع 3.33 دي 16 عشان بتاعت الاكسجين. ماشي. طلع كام؟ 3.33. مين اللي نمبر؟ هتقول لي 3.33 اوفر 3.33 فطلع 1. هنا طبعا 6.67 اوفر 3.33 هيطلع 2، وهنا 3.33 اوفر 3.33 فيطلع 1. فاذا يبقى الكومباوند بتاعك CH2O. ده مين؟ ده الامبريكال فورمولا. الراجل عايز الموليكولار فورمولا، يبقى الموليكولار فورمولا بتاعتك بتساوي الامبريكال فورمولا تايم المولار ماس اوف الموليكولار فورمولا اوفر المولار ماس اوف الامبريكال فورمولا. يبقى CH2O تايم المولار ماس بتاعت الكومباوند بيقول لك بتديني 60. احسب ديت يبقى 12 بلس 2 تايم 1 بلس 16. هحسبها يبقى CH2O تايم 2 فيطلع C2H4O2. يبقى الكومباوند بتاعك تاني واحد لتر سي. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لك when 0.3 mole of element X combine with 0.2 mole of element Y a compound with smaller molecular formula is A. طب ما تعالى نبدأ واحدة واحدة. هتقول لي خلاص. أول حاجة أروح أحسب مين؟ الامبريكال فورم. طب جميل جدا. باشا أنت عندك كام element؟ عندي 2 أهو. ماشي. مين هنا؟ X و Y. هو احنا كنا بنحسبها ازاي؟ هتقول لي بص حضرتك كنت بتقول لي ام بعد كده مول بعد كده ريشيو، صح؟ ماشي يا عم. طب بص يا صاحبي، هو الراجل عمل لك ايه؟ الراجل هنا ما ادكش ولا ماس ولا مولر ماس، لا الراجل بدأ لك على طول من عند المول. يبقى بعد اذن حضرتك لو سمحت هنبدأ من الستيب دي. يبقى الاكس تحط عندها 0.3 والواي تحط 0.2. بعد كده اجيب الريشيو. هعمل منين الليست نمبر؟ ل 0.2 يبقى 0.3 اوفر 0.2، وهنا 0.2 اوفر 0.2 فهنا ايكوال 1. تعال نشوف الريشيو عند الاكس هتبقى بكام. ده 0.3 اوفر 0.2، وهنا نشوف طلعنا كام يا صاحبي؟ 1.5. طب في الحاله زي كده بما ان انا عندي 1.5 والريشيو بتاعتي فيها ديسيمال اهوت، في الحاله زي كده طالما في 5 يبقى هنعمل ايه؟ 0.5 يعني هنعمل كام؟ تايم 2. يعني بالنسبه لي اي حاجه 1.5 2.5 3.5 يبقى انا هعمل تايم 2، وما تنساش ان احنا نعملهم للاثنين. فيبقى الاكس 3 والواي هتبقى 2، يبقى اكس 3 واي 2. يبقى اذا ده الكومباوند بتاعك اللي هو مين بالنسبه لك؟ لتر دي. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. ذا امبريكال فورمولا يونت ان جلوكوز. هي ايه الامبريكال فورمولا يونت؟ بص يا معلم، انا عندي دلوقتي الامبريكال فورمولا وعندي الموليكولار فورمولا. انا الموليكولار فورمولا ده الجلوكوز اللي هو 6H12O6. حلو. والامبريكال فورمولا دي ايه؟ الامبريكال فورمولا هي السمبلست ريشيو بتوين. لو انا عايز اجيب السمبلست ريشيو كنت بعمل ايه؟ كنت بعمل اشوف الليست نمبر واعمل عليها ديفايد اللي هي كام؟ 6 فيطلع كام؟ CH2O. حلو. شفت الرقم اللي حضرتك عملت عليه ديفايد دوت؟ ايوه هو الرقم ده اللي انا عملت ديفايد عشان احول من الموليكولار فورمولا الامبريكال فورمولا. اهو الرقم لو انا معايا الامبريكال فورمولا اعمل لها تايم 6 الرقم اللي انا اعمل له تايم من الامبريكال فورمولا، يبقى هو ده بالنسبه لي النمبر اوف الامبريكال فورمولا يونت اللي هو بالنسبه لي كام؟ 6. هو اذا الانسر بتاعتك لتر ايه؟ لتر ايه.
وبكده نكون خلصنا مين يا معلم؟ كده نكون خلصنا حل ويك 3 الهوم وورك. اشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.